السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم بلبل فوت شانل. ناس الكل تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله باش نحكيو على آخر أخبار منتخبنا التونسي وآخر أخبار اللاعبين الدوليين. قبل ما نبداو الفيديو نتمنى الناس الكل تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تنساو تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس ويلا بينا. خلينا نبداو أخبارنا باللي تكعبرت لهم مع منتخبات اللي حبوا يلعبوا معاها، واللي هما أليسون سانتوز ويوسف الشرميتي. الشرميتي خارج قائمة المونديال بالنسبة للمنتخب البرتغالي، اللي تكبّر على تونس وقال ننتظر في البرتغال، وحتى ولو تجيني فرصة 1% باش نكون موجود مع منتخب برتغالي باش نكبّش في الفرصة هذه، ومستحيل نكون موجود مع المنتخب التونسي. هاكا خلّص كاش، هاكا أبقى استنى البرتغال اللي 2070 وقتها تو يعيطوا لك. تصوّر أنت البرتغال اللي عندها بيدرو نيتو وعندها رافاييل لياو وعندها جواو فيليكس وعندها رونالدو وعندها غونزالو راموس والملاعبية هاذوما الكل، باش يستنوا يوسف الشرميتي إنه يكون موجود في خط هجوم. أمال استنى بابا استنى. وكيف كيف أليسون سانتوز واللي خير إنه يستنى فرصة من المنتخب البرازيلي، وعلى إنه يكون موجود مع المنتخب التونسي، وهاكا كيف كيف زادت كعبرت له مع المنتخب البرازيلي. وأنشيلوتي ماهوش موجود لا في القائمة الموسعة ولا موجود حتى في القائمة الرسمية، كعبرت له كيف كيف. تو انت كأليسون سانتوز ماركيت زوز بونتو في الدوري الإيطالي اللي هو ما عادش الدوري الإيطالي كما قبل، حتى ملاعبية اللي فيه ما همش نفس الكاليتي كما قبل. نحكيو عليك انت يعني ماركيت زوز بونتو يظنك تحب تلعب في المنتخب البرازيلي وتستنى في فرصة وهك ركبت لك في مخك معناها، يا ولا غريبة أقسم بالله. باهي ما عليناش منها هذوما الزوز. توا خلينا نحكيو على منتخبنا التونسي أقل من 17 سنة، واللي الحقيقة الفضايح ما توفيش بالنسبة لي بعد الفترة أو التصفيات اللي كانت ضد منتخب المغرب وضد منتخب مصر وضد منتخب ليبيا نتصور وقتها، أو ضد منتخب جزائري. وقتها تأهلنا، مش تأهلنا على خاطرنا جبنا التأهل بذريعنا، لا تأهلنا بتأهل متاع تعاسة، تأهل يعني بلاش بيه خير. تأهلنا خاطر المغرب هي اللي استضافت البطولة، وبحكم المغرب كانت معانا في نفس المجموعة فالمغرب اوتوماتيكمون موجودة. هاكا هزوا منتخبنا التونسي، وقتها جينا تقريبا في المرتبة الرابعة ولا المرتبة الثالثة في المجموعة. يا أخي المنتخب التونسي وصل المنتخب التونسي، تحطينا في دور مجموعات ضد منتخب المغرب وضد منتخب مصر وضد منتخب أثيوبيا. ومنتخبنا كيف كيف مهزة تاريخية وفضيحة مدوية، خروج مذل لنصر قرطاج من الدور الأول لكأس أفريقيا تحت 17 سنة، ويفشل في الوصول للمونديال. الوصول للمونديال هو كان المقرر انه احسن 10 منتخبات باش يكونوا موجودين في المونديال واللي باش يكون في قطر، لكن احنا ما كناش ما بين احسن 10 منتخبات. يعني خرجنا خروج تعيس من دور المجموعات. خلينا نحكي على مباراة اثيوبيا، نهاية المباراة بهزيمة نكراء ضد منتخب اثيوبيا 1-0 في اخر دقيقة. منتخبنا الوطني ينسحب رسميا من الدور الاول ويتذيل مجموعته بنقطة وحيدة يتيمة. نقطة كهو جبنا نقطة من تعادل ضد منتخب مغرب، تعادل بالزهر زاد ما خلينا نحكي. فضيحة جديدة تنضاف لسجل هذه الجامعة الفاشلة التي دمرت هيبة الكرة التونسية. غابت الروح، غابت التخطيط، وحضرت المهازل. والله من ناحية مهازل غادي من مهازل، يعني نخرجوا الخروج المذل هذايا من كأس أفريقيا. لو كانت أهلنا من دور مجموعات وكان ممكن نكونوا من أحسن 10 منتخبات في البطولة هذه، يعني كانت عندنا فرصة أن نكونوا موجودين في كأس العالم في قطر، وهكاك ملاعبيتنا الدوليين أكيد باش يتحسن مستواهم أكثر وباش يتشافوا أكثر في العالم. وأكيد والملاعبية الآخرين زاد ينشوا في أوروبا اللي زاد أعمارهم 15 17 16 سنة، أكيد باش يكونوا أكثر قابلية إنهم يكونوا موجودين مع المنتخب التونسي في المستقبل. كي نشوفوا التعاسة هذه بالله كيفاش تحب. تو احنا تو كنا نحكيو على سانتوز ونحكيو على الشرميتي، تو احنا كي نجوا نخزروا لرواحنا كي نشوفوا حكايات كيما هكا، نشوفوا منتخب أقل من 17 سنة بالوضعية الكارثية هذه والمهزلة هذه، ونحكيو على منتخبنا التونسي حتى الفريق الأول زاد كيف ما يعملش إنجازات، عنده فترة طويلة. هذه بصراحة هذه اللي يأثر زاد على الملاعبية هذوما. خلينا نحكيو على كان أو كأس أفريقيا 2027 واللي المجموعات تمت القرعة. احنا طحنا في المجموعة
هاش المجموعة الثامنة منتخبنا باش يلعب ضد منتخب أوغندا وباش يلعب ضد منتخب ليبيا وباش يلعب ضد منتخب بوتسوانا. هذه هي بالنسبة لينا المجموعة، وأكيد في المرتبة الأولى المنتخب اللي باش يكون متصدر المجموعة هو المنتخب اللي يترشح لكأس أفريقيا، والمنتخبات الأخرين الكل ماهوش باش يشاركوا. نتصور منتخبات كما أوغندا وليبيا وبوتسوانا نتصور قادرين أن نفوزوا عليهم وماهوش باش يسببوا لنا حتى مشاكل إن شاء الله. باهي خلينا نزيد نشوفوا مع بعضنا سؤال السهرة. كيفاش ملاعبي كيما يوسف بن سعد ما يلعبش؟ الملاعب هذا يلعب في فريق هانوفر. الجواب سياسة التمصير والمجاملة للاعبي البطولة المنحرفة لرفع قيمتهم على حساب مصلحة تونس. منظومة فاشلة تحرق المواهب وتلعب بالوجوه، تهميش طيورنا المهاجرة، جريمة في حق الجيل الحالي. والله ما هزلة، والله بعد ما تعادلنا المباراة الأولى ضد منتخب المغرب تبقت لنا 3 نقاط هو، يا إما نفوز على منتخب مصر يا إما نفوز على منتخب أثيوبيا. يا أخي خسرنا ضد منتخب مصر وخسرنا ضد منتخب أثيوبيا، والملاعبية اللي المفروض إنهم يلعبوا ما يلعبوش، والملاعبية اللي يلعبوا بالواسطة يلعبوا بالواسطة. هذاك علاش منتخبنا أقل من 17 سنة اللي هو أكيد باش يشكل المنتخب التونسي الأول 4 5 سنين أخرين، يتم التصرف به بالطريقة هذه الله غالب. المهم إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الأول، ملاعبيتنا الدوليين بداو يوصلوا باش نعملوا إن شاء الله معسكر في تبرقة باش يكون تقريبا مدته 10 أيام، وبعد باش نخوضوا مباريات ودية ضد منتخبات منتخب بلجيكا وضد منتخب النمسا. أكيد زوز مباريات ودية ضد المنتخبات هذوما باش يكونوا كبروفا بالنسبة لينا للمواجهات اللي باش نخوضوهم في كأس العالم ضد منتخب هولندا وضد منتخب السويد وضد منتخب اليابان. نحكيو على منتخب بلجيكي ما يبعدش برشا على المستوى على منتخب هولندا، يعني باش تكون بروفا باهية بالنسبة لينا. منتخب هولندا أكيد باش يلعب مباراة ضد منتخب الجزائري. الحقيقة نسيت التاريخ متاعها بالضبط المباراة، أما ضد منتخب جزائري. المنتخب الهولندي باش يلعب، وأكيد هذيا حاجة باهية بالنسبة لينا باش نشوفوا المنتخب الهولندي كيفاش طريقة لعبه وكيفاش باش يتعامل معاه المنتخب الجزائري. هذه حاجة باهية برشا. وأكيد هو المنتخب الهولندي اختار أنه يلعب مباراة ضد منتخب الجزائر تحضيرا لمباراة ضد منتخب تونس. واحنا كيف كيف يلزمنا نستفاد من الماتش هذا ونعرفوا نقاط قوة ونقاط ضعف المنتخب الهولندي، بحكم منتخب جزائري تقريبا عنده نفس البروفيل بتاع المنتخب التونسي. ومباراتنا ضد منتخب النمسا زاد كيف كيف بروفا لينا مباراتنا ضد منتخب السويد. حتى المنتخب الآسيوي اللي معانا واللي هو المنتخب الياباني ما يبعدش برشا على الطريقة الأوروبية، يعني المنتخب آسيوي طابع أوروبي، مش كما المنتخبات الآسيوية الأخرى كما منتخب السعودية ولا منتخب إيران. لا، منتخب اليابان الحقيقة منتخب متطور على الآخر، ومنتخب نتصور باش يكون هو متصدر مجموعتنا أصلا منتخب اليابان. المنتخب الياباني في التوقف الدولي اللي فات قدر انه يفوز على المنتخب الانجليزي واحد بلاش في معقل شو اسمه هو استاد بتاع الانجليز في ويمبلي، كان انتصر عليه في ويمبلي، وهذه حاجة كبيرة برشا. نحكيو عن المنتخب الانجليزي بكامل نجومه وقدر انه يفوز عليه. المهم ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في كأس العالم، وان شاء الله مربوحة ان شاء الله. لنا يكون وصلنا اخر فيديو، نتقابلوا فيديو جاي ان شاء الله، وسلام.